يعني انت ما فيش امكانيه تجيبي جمبري، هاتي مكرونه. اقسم بالله المكرونه البلدي دي حاجه فظيعه. بص البلدي اللي هي الصغيره، السويسي اللي هي كبيره شويه. انا بصراحه بحب السويسي، بس انا لما روحت قال لي البلدي المكرونه المكرونه ب90، افتكرت الكبيره هي اللي ب90. قلت له ماشي، قال لي والتانيه ب70. فانا اخترت ام 90 على اساس ان دي الكبيره، بس هي كانت الصغيره وطعمها طعم الجمبري. انا ما بعملش سمك غير وهو معاه مكرونه، ان هيثم بيحبه. هنا يا بنات كنت جايبه كركم. الكركم ده انا عملت ايه هنا؟ انا خرطت بصله، مش عارفه هي ما جاتش معاكم ليه. خرطت بصله، والبصله حمرتها، يعني حمرتها وتبلتها جامد، وخليتها توصل للون البني. ماشي، وبعد كده نزلت عليها بميه سخنه، مقدار الميه اللي انت هتحطي في الرز بتاعنا العادي. ونزلت ايه؟ بشويه كركم. بص يا بنات، انا جايباه سايب، جايباه سايب من عند العطار. انا بجيب عزتي، يعني الكيس ده كان عامل 10 جنيه. انا هفضيه دلوقتي في علبته. بنزل كده يعني كل ما الحاجه تقرب تخلص بنزل اجيبها سايبه. ما بجيبش نص وربع والحاجات دي. وهنا خدت طرف، يعني طرفها كده او ربع المعلقه كمون. التوابل اللي انا حطيتها في السمك احطها برضو في البصله. في البصله ده السمك الرز الصياديه ماشي. حطينا كوبايتين ميه على حسب كميه الرز اللي انت هتعمليها. انا هعمل نص كيلو رز. وحمرت البصله جامد لغايه ما قربت للون البني. وزدتها بالميه، سبت الميه تغلي وحطيت عليها ملح وكمون. مش هحط كزبره خالص، وهحط معاها، شفتوا التوم اللي احنا دقيناه في الاول؟ هحط مع البصله وهي بتتحمر التوم ده. ويا سلام بقى لو انتي خرطتي قرن فلفل كده تديها سبايسي، ويبقى الرز بتاعك في حتة تانية خالص. واقسم بالله الرز ولا بيطلع معجن ولا اي حاجة. جربوها بجد، زي ما انا بقول لكم مش هتخسروا حاجة لو جربتوها مرة. جربوها على حاجة بسيطة. ماشي. وهنا مكعب مرقة بقى بتاعنا، ده مش فاين فودز، ده مكعب مرقة. مرقة تاني. بس بصراحة مالح، يعني انتوا لما تيجوا تحطوه لو جبتوا النوع ده حطوا كمية ملح بسيطة، انا ببقى صريحة معاكم. وعشان نبقى كده مقتنعين، واحنا بنعمل السمك اهو نزلنا بالرز. الرز بتاع السمك يا بنات بيتغسل. ماشي، اي رز بنعمله في محشي في اي حاجه انا بغسله. ما بحطهوش كده مكان التعبيه، مكان العلاف، مكان البتاع اللي بينقل منها من البكليات لغايه الرز. نغسله نشطفه، ما فيهاش حاجه. هو دلوقتي الرز ما بقاش فيه حاجه ان انت تنقيه، بس نشطفه. انا هنا اللي موجود ده، يعني اللي على الوش ده، التومه اللي احنا كنا دقيناها، انا خليت معلقه عشان احطها مع الرز. وكده نزلت بكميه الرز اللي هو نص كيلو. وهغطي البوتاجاز معانا، هغطي الحله معايا. ماشي. انا بسجل لكم بالليل والبنات نايمه عشان اعرف اسجل لكم. وده مش نفس اليوم والله، ده تاني يوم. وهنا كده كنت بعمل السلطه، خرطت البصل. طبعا البوتاجاز اتدمر وهيتغسل وهيدعك دعك تمام، بس لما اخلص عليه. وهنا كنت بوريكم برضو ان انا جايبه ب10 جنيه كمون. انا زي ما قلت لكم انا لما بنزل بجيب حاجتي على قد عوزتي، قبل ما تخلص بجيبها تاني. وهنا كنا حطيناها في البطرمان بتاع الكمون. بصوا بقى انا كنت جايبه الحاجات القمر دي، دول كانوا اتنين مش واحد. الاتنين كانوا عاملين 25 30 متهيألي. الاتنين مع بعض. ماشي. ده شفشقين. الذرة اللي انت بتحطي فيه العصير في رمضان. وده كان ذرة برضو او شفشق على حسب ما بتقولوه عادي وتسموه. آه ده بتاع رمضان كده، بتاع بكار، يعني شكل رمضاني جميل كده وتحسي بقى بداخليات رمضان. ربنا يجعله شهر البركة والخير على الناس كلها اجمعين. فجبت ده. وهنا كنت جايبه دقيق، بصراحه مش انا اللي كنت جايباه، دي كانت مامتي جايبهولي وحطاهولي في كيس تاني لا يتخرم مع الحاجه. وكنت جايبه كريم شانتيه، ده الحاجات اللي انا عاوزها. وجبت كريم كراميل. بصوا يا بنات انا عملته بالليل، وهعمله النهارده برضو مع اكله السمك كده بعد الاكل. هعمله حاجه حلوه للبنات. جبت منه اتنين. وجبت تمر هندي. انا ما جربتش النوع ده، اللي جربه قبل كده يقول لي، بس ماما قالت لي عليه حلو، واللي امي تقول لي عليه حلو اشتريه وانا مغمضه عيني. وده ايه ده؟ ده كريم كراميل برضو، بس ده نوع دريم. ده العبوه فيها عبوتين يا بنات ماشي. بصوا بقى هنا وجبنا لفه قمر الدين. وهنا الرز كان بيتشرب، قلت اوريه لكم برضو وهو بيتشرب مش معجن ولا اي حاجه. وهطفي تاني عليه. ورجعنا تاني للسلطه بتاعتنا، قطعنا الخيار وقطعنا الطماطم معاها كبيره صغيره زي ما بتحبي. وقطعنا فلفل وعصره ليمونه وملح ومعلقه، ربع معلقه سكر وكمون وكزبره وشطه. معلقه السكر دي بتديكي قرمشه، قرمشه كده. والخل طبعا المركز بتاعنا. وسيبنا حبه من الثوم اللي احنا دقيناه مع اول خلطه السمك، عشان كده حطينا راس كامله من الثوم. وطبعا واحنا بنعمل كان عندنا حطة غسيل ابيض حطيناها تتغسل كالعاده، الغسيل ما بيخلص. احنا اللي هنخلص والغسيل لا، وعندي غسيل تاني عايز يتغسل والله العظيم. ويا بنات انا قصيت لكم المقطع عشان انزله في فيديو تاني. وهنا جبنا دقيق وحطينا عليه نشا وحطينا عليه كركم وملح
وكمون وكزبره وسنه شطه. تبلنا الدقيق بنفس التتبيله اللي تبلنا فيها السمك، والملح متساوي كله في نفس الاكل، ومش هيطلع معاكي مالح ولا اي حاجه. ليه بقى حطيتي نشا؟ عشان تخلي السمكية كده مقرمشة. بدل ما احرق الزيت بتاعي والزيت بتاع السمك ما بيتقليش في اي حاجة تاني غير السمك في ظل اسعار الزيت المرتفعة، فانا هخليه في بطرمان لما اجي اعمل سمك تاني. هجيب السمك المكرونة اول حاجة، ان ده اكتر حاجة بتتكسر، ومش هقلبه كتير يا بنات في الزيت، انا هستنى ياخد الوش ده والوش ده، هحطه على نار عالية وبعد كده هوطي عليه النار عشان يطلع معايا مقرمش. وطبعا النشا هتخليه مقرمش وكريسبي وفي حتة تانية خالص. ماشي، الرخامة اتبهدلت وهنرجع نمسحها تاني. بوريكم كده ان السمكية مفتوحة والتتبيلة فيها من جوه. سمك مكرونة ده من اطعم السمك اقسم بالله، ده هيثم بيحبه. عايزه اقول لكم ان البولتي ده باكله انا والبنات بس، هيثم ما بياكلوش، بياكل المكرونه. فاحنا بجد بنحبه، وهنزل تاني لما انزل عندنا هجيب سمك وهشيله في التلاجة. مش هجيب كميه، هجيب على قد اكله كده، بس يعني يكون بزياده عشان لو حد عندي. عارفين بقى رمضان والفطار. وهنا كده كنت بوريكم وانا بقليه والزيت بتاعه زي الفل. وعشان السمك ما يطلعش زفاره مع اننا غاسلينه، بس هقولك على الحته دي، نص ليمونه كده نرميها في الزيت. وهنا جبنا الجرجير وفرشناه، وهنا جبنا السمك البلطي وبرده تبلناه. وعايزين يا بنات اصفر كده ولونه كهرمان، نحط معاه معلقه كركم كبيره. وهنا كنا حاطين الرز بتاعنا، قلبناه في بوله وقلبناه في الطبق. وهنا بصوا السمك قسما بالله مقرمش، وبصوا حاجه في منتهى الروعه، ولا شارب زيت ولا اي حاجه. واحنا طلعناه صفيناه، وبعد كده حطيناه على ورق الجرجير الجميل. مش عارفه انا بقول ايه. بصوا السمكية كنت بعمل لكم بايدي كده عليها عشان تسمعوا صوت الخرفشه بتاعتها. خرفشه يعني ايه؟ يعني هو كريسبي ومقرمش. يعني مصطلحاتي في حتة تانية، بس الناس اللي زيي فاهمينها. الناس اللي زيك ايه؟ يعني الناس اللي مني كده. وهنا السمك اهو، هو ما طلعش لونه اصفر زيادة، ان انا عندي كاري مش كركم طلع فما بيديش اللون قوي. بس انت حطي معاه لو انت عايزاه اللون الاصفر، وسيبيه شوية في الدقيق، يعني في الكفر بتاع الدقيق بتاعه، وبعد كده حطيه. بس برضو كان مقرمش. مقرمش ايه سبب القرمشة؟ النشا. النشا بتديله قرمشة. انت مش عايز، يعني انا هيثم عايز اي حاجة ناشفة، فحطي ده. عشان انا بصراحه ده سمك مش هاكله عظم، هاكله فيه لحم. فحطي كده، والسلطه البلدي بتاعتنا بريحتها الجباره كده وفيها كمون وكزبره، بعشقهم، وملح وفلفل اسود وشطه، ومعلقه سكر، وايه تاني، وخل وعصره ليمونه، واحلى سلطه بلدي. ولو كان عندي حبه خضره كده كنت قطعتها عليها، بس ما كانش عندي. ودي اكلتنا يا بنات، واكله السمك، ويا ريت تجربوها. وباي باي.